السلام عليكم. النهاردة هنعمل ألذ وأحلى محشي. ما أعتقدش إن في حد في الحياة ما بيحبش الممبار، أكلة من أكلات العيد. الطريقة والحشوة اللي هنعمله بيها النهاردة هتطلعوا بطعم رهيب، وهقول لكم على شوية نصايح تطلع الممبار ألذ وأحلى. يلا نبدأ بالطريقة. أول خطوة هحط حلة كبيرة وفيها مية على النار. هحتاج نص كيلو رز وبقدونس وشبت وكزبرة خضر مفرومين ناعم وبصلة كبيرة، وبضيف الصلصة. عملتها إزاي؟ أخدت لتر عصير طماطم وحطيتهم في حلة على نار من غير أي دهون، وسبتهم لحد ما يتسبكوا ويتقلوا لوحدهم، شبيهة للني في ني. وبضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة ونص كوباية زيت، وبقلب كل الخليط ده مع بعضه. ومعايا نص كيلو ممبار، هسيب لكم رابط الفيديو بتاع تنظيف الممبار في صندوق الوصف. وبفتح الممبار بصباعيني دول وبحط الخلطة من هنا، وباحط الخلطة وبازُق بإيدي كده، بيتحشي بسهولة، وما باملاهوش كتير علشان ما يفرقعش وهو بيستوي. هو كده بيبقى معقول. وحشينا الكمية بتاعتنا في ثواني. وأول ما المَيّة تغلي باضيف عليها ملح بس، وبامسك الممبار من الجنبين وأنزّله في المَيّة المغلية. هو أول ما بينزل في المَيّة بيقفل لوحده، وباسيبه على نار متوسطة، بياخد وقت في السوا من ساعة ونُص لساعتين، فسيبوه براحته. وكل ربع ساعة باقلّبه علشان ما يلزقش في قاع الحلة. وأول ما يستوي باشيله وأحطه في طبق أو في مصفى علشان يصفّي المَيّة اللي عليه. وباحمّره في زيت غزير من الجنبين، وخلّي بالكم وأنتم بتحمّروه خلّيكم مستعدين وآخدين ساتر علشان الزيت بيكون مغلي وممكن يطرطش عليكم، فخلّي بالكم. وباحطه في طبق وباسيبه يبرد ويصفّي الزيت اللي عليه. وكده خلّصنا ألذ وأحلى محشي. شكلهم حلو أوي وزوّقتهم ببقدونس مفرومة. بجد قمر، قمر. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربوا. وما دام وصلتم معايا لآخر الفيديو يعني انتم مهتمين، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.